حكاية عن الاستثمار في الفضة. خليني أحكي لك حكاية حصلت مع واحد صاحبي، والحكاية دي بتتكرر مع ناس كتير. الراجل ده كان متابع سعر الفضة يوميا، وفجأة السعر بدأ يطلع جامد. كل شوية يشوف السعر أعلى من اللي قبله، والناس على السوشيال كلها بتتكلم. قالك خلاص، الفرصة دي ما تتفوتش. دخل اشترى الفضة وهو متحمس، حاسس إنه سبق الكل. بعدها بأيام السعر نزل شوية، نزول عادي، تصحيح طبيعي. بس هو الخوف مسكه، فضل يبص على السعر كل ساعة، وكل ما ينزل قرش قلبه يدق. وفي الآخر عمل الغلطة اللي أغلب الناس بتعملها، باع الفضة وهو مرعوب. بعد ما باع، السعر رجع يطلع تاني، وساعتها فهم الدرس. بس بعد فوات الأوان. الرسالة: الاستثمار في الفضة مش شراء وقتها الحماس، ولا بيع وقتها الخوف. هو إنك تشتري بهدوء وتسيب السوق ياخذ قوته. اللي ما يعرفش يتحكم في مشاعره، السوق هيلعب بيه. قفلة قوية لو ناوي تدخل الفضة. استثمار طويل الأجل، مش شهر ولا 2. أقل مدة تفكر فيها 3 سنين. أي حاجة غير كده أنت مش بتستثمر، أنت بتضارب. يلا نشوف مع بعض سعر الفضة النهاردة في مصر كام.